السلام عليكم. هعمل الحواوشي، واتمنى ان طريقتي دي تكون تعجبكم بالطريقه اللي انا هعملها دي. طبعا اللحمه انا قلت لكم قبل كده ان انا بجيبها وبفرمها عندي في البيت. فالكميه بقى اللي انت عايزاها، يعني دي قولي حوالي اكتر من نص بشويه او كيلو الا ربع اهي. والبصل انا هنا ما بحبش اكتر البصل عشان احس بطعم اللحمه، يعني مش هملاه، انا مش هبيعه يعني هحط شويه بصل بس ايه، يعني تدي طعم بس كده في اللحمه. دول بصلتين متوسطين. هنا فلفل اخضر ده رومي، فلفل اخضر رومي. ده جزر، انا كنت مخزنه عندي في الديب فريزر. طبعا الجزر في الشتاء بيبقى احسن، لان اللي هو الايام دي ده بيبقى شايخ شويه، مش حلو زي بتاع الشتاء. ده انا كنت مفرزاه زي ما قلتلك. التوابل بقى بتاعتها ملح، فلفل اسود، جنزبيل، بهارات، كبابه صيني اللي هي الغامقه دي كبابه صيني. دي مجموعه التوابل اللي هي بتاعتها قلتلك: الملح والفلفل الاسود، الجنزبيل، كبابه صيني، بهارات، وبهارات لحمه دي. والهريسه طبعا اللي انا قلتلك دي بدخلها في كل اكلاتي. هنا ابتدي بقى احط كله على بعضه واعجنه وهوريهولك. بعد ما عجنت اهي العجينه، المكونات اللي انا وريتها لكم كلها، وفتحت العيش اهو. هبتدي بقى احشي كده، وهفردها بقى كده كده كده. بصوا زي ما انتم ما شايفين اهو، الرغيف كله اتملى. طبعا انت بتزودي بقى او تنقصي، دي حاجه ترجع لك انت، لان انت بتاكلي ولادك، فنملاه لحمه كتير يبقى طعمه حتى حلو، يعني هو يعتبر اكنه عيش محشي لحمه. فهكمل انا بقى كده وهوريك الشكل النهائي. انا هنا هبتدي بقى اسوي الحواوشي اللي هو اللي انا عملته قدامكم. هنا انا كان عندي حتت ليا صغيره اهي، قطعتها وحطيت معلقه سمنه معاها عشان تسلي كمان. وهبتدي بقى احط اللي هو رغيفه العيش الحواوشي اللي انا عملتها اهي كده، وهغطي عليها بقى، وهوطي النار بقى عليها خالص وهوريها لكم. وده كده الشكل النهائي بتاع الحواوشي اللي انا وريته لكم. وفي بقى اللي هي الحاجات اللي انا بقولك عليها لازم، يعني اللي انا بحطها يعني، واتمنى ان انت تجربيه. الجزر اللي هو المبشور. ثانيا انا ما بحطش قوطه عشان العيش ذات نفسه ما يطراش، لان انا بسويه على الطاسه. وعملت جنبيه بتنجان مخلل. واتمنى ان الطريقه دي بتاعتي دي تعجبك، واتمنى ان انت تجربيها. ومتشكره قوي لدعمكم لقناتي بيت العيله، ومتشكره قوي ليكم.